تخيل معايا بنت عندها 18 سنة اسمها منال اتصدمت بعد ما مات أهلها في حادثة عربية، ولقت نفسها مسؤولة عن إخواتها هي ومفلسة ومش لاقية تاكل. وفي يوم راجل وقفها في الشارع وقال لها عندي ليكي شغل بفلوس كويسة جدا، فمنال من غير ما تفكر وافقت. بس لما راحت العنوان اتصدمت ان الشغل كان في نايت كلاب، ومن هنا حياتها اتغيرت 180 درجة خطوة ورا خطوة لحد ما بقت بتدير وكر كامل للدعارة مع ولادها الاتنين. بس النهاية كانت صادمة جدا. ايه اللي حصل بعد كده وايه اللي وصلها للمرحلة دي بقى؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. في نص السبعينات في 1975 في محافظة القليوبية وبالتحديد في شبرا الخيمة كان عايش بنت اسمها منال واخواتها، وكانت هي الأكبر في اخواتها وكان عندها 18 سنة. وبعد وفاة أهلها في حادثة عربية حياتهم اتغيرت من سيء إلى أسوأ، وده بسبب إن ظروفهم المادية كانت وحشة جدا، وكمان ما كانش في حد بيسأل عليهم، وكل الفلوس اللي كانت معاهم خلصت وما كانش عندهم أي مصدر دخل. فقررت منال بما إنها الأخت الأكبر فيهم إنها تشتغل، ولكن كان من غير فايدة. التزامات البيت ومصاريف دراسة اخواتها كانوا اكبر من اللي هي بتشتغل بيه، وده خلاها تتدين لناس تانية، ومع الوقت الديون كترت والالتزامات زادت اكتر واكتر. ولكن منال ما استسلمتش ابدا ونزلت تدور على شغل جديد، وكان من ضمن الاماكن اللي راحت لها كان محل ملابس رجالي، لكنها ما اشتغلتش فيه كتير بسبب ان مرتبه كان قليل جدا. فخرجت وخرج وراها راجل وقفها وقال لها ان هو عنده شغل ليها بمرتب كويس جدا، وفهمها انها تشتغل في مطعم. ومن غير تفكير قبلت منال الشغل، والراجل اللي اتكلم معاها حدد لها ميعاد معين واداها العنوان. وتاني يوم منال راحت في الميعاد، وبعد ما قابلت صاحب المطعم عرفت منه حقيقة المكان وطبيعة الشغل. المكان كان عبارة عن ملهى ليلي، وشغلها فيه هو مرافقة الزباين، ومواعيد الشغل من بالليل لحد الصبح. ومنال أول ما عرفت طبيعة الشغل هنا اتخضت وكانت عايزة ترفض، ولكن الفلوس الكتير اللي هتكسبها من الشغل خلتها توافق. وصاحب الملهى الليلي اشترى لها لبس جديد علشان تلبسه وقت شغلها. أما عن اخواتها البنات فهي قدرت تقنعهم ان هي هتشتغل شغل كويس وهيكون في فترة مسائية، وهي وافقت عليه علشان فلوسه كتير، بس ما قالت لهمش نوع الشغل ايه ده بالظبط. ولأن اخواتها كانوا واثقين فيها ما اعترضوش على الشغل. بعد يومين منال نزلت النايت كلاب، ومن أول يوم ليها لفتت أنظار كل الموجودين بسبب جمالها، والزباين بقوا يطلبوها باستمرار. وبمرور الشهور الفلوس زادت معاها وسددت كل الديون اللي عليها، وكمان غطت كل التزاماتها. منال في يوم بقى وهي سهرانة في النايت كلاب زي ما هي متعودة ندهت عليها واحدة ست وعرفتها بنفسها، كان اسمها ليلى، واتكلمت معاها وقالت لها انها عاوزاها تشتغل معاها وانها هتديها اضعاف اللي بتاخده هنا في النايت كلاب، وطلبت منها انها تفكر كويس وتبقى تعرفها هي موافقة ولا لا. هنا بقى منال ما اخدتش وقت في التفكير وبصت لشغلها الجديد من ناحية الفلوس الكتير اللي هتاخدها. وتاني يوم قابلت مدام ليلى وبلغتها ان هي موافقة تشتغل معاها، وفعلا سابت النايت كلاب واشتغلت في الشقة عند مدام ليلى. بس كشغالة لا، دي كانت بتعمل علاقات مع الرجالة. ومن هنا بدأت مرحلة جديدة من مراحل التنازلات، ومع الأيام بقت منال ليها زباينها من كل الجنسيات وبقوا بيطلبوها هي بالاسم. ولما الشهور عدت والفلوس بقت عامية عينين منال عن أفعالها الشنيعة، حصلت لها كارثة ما كانتش عاملة لها حساب. في يوم من الأيام ووقت ما منال كانت قاعدة مع شخص ما في الأوضة، سمعت صوت صريخ جاي من بره الأوضة، وقتها اتخضت واتنفضت من مكانها، بس ما لحقتش تتحرك ولا حتى تخرج لأنها اتفاجئت برجال الشرطة بيقتحموا عليها الأوضة، وبسرعة شدوها هي والشخص اللي كان معاها وتم القبض عليهم هما الاتنين وعلى كل اللي موجودين في الشقة. بإثبات وقعة ممارسة الرذيلة على منال صدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنة، وفي خلال الفترة بتاعت حبسها دي محدش من اخواتها سأل عليها أبدا. وبعد ما قضت مدة عقوبتها وخرجت من السجن، أول حاجة عملتها إنها راحت على بيت أهلها، ولكن بعد وصولها للبيت ما لقيتش حد من اخواتها، وكان البيت شكله كان مهجور. وبسؤال الجيران عن اخواتها عرفت منهم إن هم عزلوا وسابوا المنطقة من زمان، وكمان سكنوا في منطقة تانية، ومع الأسف مفيش حد عارف عنوانهم الجديد فين. ومنال بعد ما بقت لوحدها عاشت جوه شقة أهلها واستخبت جوه حضنها، لأنها كانت خايفة تخرج علشان ما تشوفش نظرات الجيران وسكان المنطقة ليها، وعلشان ما معاش فلوس باعت جزء من عفش البيت علشان تعرف تصرف على نفسها. وفي نفس الوقت نزلت تدور على شغل لحد ما لقت وظيفة عاملة في مطبخ في مطعم، والمطعم ده كان موجود في منطقة شعبية،
وبعد ما قبلت بالشغلانة واستمرت في شغلها لوقت طويل شوية بقى معاها فلوس، وبعدها سابت شقة العيلة دي وأجرت أوضة تانية في سطح عمارة بعيدة عن الحي اللي كانت ساكنة فيه. العمارة الجديدة بقى اللي هي سكنت فيها كان فيها محل صغير لبيع القماش، وصاحب المحل ده كان اسمه فتحي وعنده 40 سنة. فتحي كان راجل في حاله وملوش دعوة بأي حد، وكمان ملهوش إخوات، ووالده ووالدته توفوا من زمان، وكان متجوز من فترة وفشل في حياته الزوجية وانفصل عن مراته، وبعد انفصاله ركز في شغله أكتر وبس. ففي يوم من الأيام شاف بنت جميلة واللي كان اسمها منال، شافها وهي بتساعد العمال في تنزيل حاجاتها اللي هتفرشها في الأوضة، ولما لفتت نظره فضل متابعها علشان يشوفها كل يوم وهي طالعة وهي نازلة. وبعد أيام فتحي فكر ان هو يتعرف عليها، وقبل ما يكلمها مشي وراها كام يوم، وبعد ما اتأكد ان هي في حالها ومن بيتها لشغلها ومن شغلها لبيتها اطمن لها واستناها قدام باب محله، وفي ميعاد وصولها ندها عليها وكلمها وعرفها بنفسه. ومنال كانت بتسمعه وهي مش فاهمه هو عايز منها ايه بالظبط، لحد ما فاجئها وقال لها ان هو معجب بيها وطلبها للجواز. وقتها منال ما كانتش مصدقه نفسها وطلبت منه مهلة علشان تفكر، وفتحي وافق وفضل مستني ردها بفارغ الصبر. وبعد يومين منال عدت على فتحي قبل ما تطلع على العمارة وقالت له ان هي محتاجة تحكي له عن كل حاجة تخصها، ولكن فتحي قطع كلامها ورفض ان هو يسمع اي حاجة تخص حياتها من اللي فات، وقال لها ان هو ما يهموش غير اللي جاي وبس. ولما حاولت تقطعه صمم على رفضه، وهي لما سمعت رده واصراره عن عدم معرفته باي حاجه عنها ردت عليه بموافقتها على طلب الجواز. فتحي فرح جدا بموافقتها، وفي اقل من شهر كان مجهز كل حاجه واتجوزوا. وبعد الجواز الاتنين عاشوا مع بعض حياه سعيده، والاول مره منال كانت تحس بالامان من فتره طويله جدا، وكان فتحي موفر لها كل حاجه تحتاجها وكان بيعاملها احسن معامله. ومع مرور السنين خلفت منال ولدين حسام ومحمد، واهتمت بيهم جدا هي وابوهم ودخلوهم مدارس خاصة. وبعد ما خلصوا الجامعة وبسبب معارف أبوهم خلاهم يشتغلوا في شركة ليها اسم. وفتحي اشترى شقة لحسام وكتبها باسمه، ووعد ابنه الصغير محمد ان هو هيعمل له زي ما عمل لاخوه في اسرع وقت. بس بعد ما الاتنين كبروا واشتغلوا فتحي لاحظ ان ولاده الاتنين بيتاخروا بره البيت باستمرار، ولما كان بيعترض منال كانت بتتخانق معاه وترد عليه بعصبيه وتقول له ان هو من حقهم ان هم يسهروا ويخرجوا زي اصحابهم وكمان يعملوا كل اللي نفسهم فيه، وبررت ردها بان هم كبروا وبقوا رجاله. ولكن هنا بقى فتحي كان رافض كلام مراته وتفكيرها الغلط من وجهه نظره، لحد ما في يوم فتحي خلص شغله ورجع البيت، ولما ما لقاش ولاده وعرف من منال ان هم لسه بره البيت سكت ودخل اوضته ونام، ومنال هي كمان دخلت ونامت. ووقت صلاة الفجر فتحي صحى علشان يصلي الفجر واتفاجئ بان ولاده لسه ما رجعوش، وفي اللحظة دي اتعصب وفضل مستنيهم. وعلى الساعة 5:30 حسام ومحمد رجعوا البيت، بس الكارثة ان هما كانوا في حالة سكر شديد والاتنين ما كانوش قادرين يقفوا على رجليهم. وفتحي اول ما شاف ولاده بالشكل ده ما حسش بنفسه وفضل يضرب فيهم ويشتمهم، ولكن حسام ومحمد في اللحظة دي تطاولوا على ابوهم، وبسبب زعيقهم معاه منال صحيت وجريت عليهم، وبدل ما تغلط ولادها اتخانقت مع جوزها وزعقت معاه علشان ضربهم. هنا بقى فتحي اتعصب وطلق منال وطردها هي وولادها بره بيته. ومن اللحظة دي بقى ابتدت الحكاية. بعد ما الأب طرد ولاده ومراته التلاتة خرجوا من بيت فتحي، راحوا على شقة حسام اللي موجودة في منطقة الفسطاط التابعة لحي مصر القديمة وعاشوا فيها، ولكن حياتهم كان صعبة لأن الشقة ما كانتش لسه جاهزة للسكن، وكان كل اللي فيها شوية أساسيات قديمة كانت موجودة قبل كده في بيت فتحي. ولما قدمت حسام نقلها لشقته بدل ما تترمي، وبسبب صعوبة المعيشة في الشقة ولأن الاتنين كانوا بيحبوا أبوهم حسام ومحمد حاولوا يصلحوه ويقنعوه إن هو يرد أمهم لعصمته، بس للأسف الولدين فشلوا لأن أبوهم كان رافض أي صلح وكان شايف إن هم ومنال تجاوزوا كل الحدود معاه، وفي نفس الوقت منال هي كمان كانت رافضه رجوعها لفتحي. وبعد شهور حياه منال وولادها ساءت اكتر من الاول، ودخل محمد وحسام ما كانش مكفيهم لان مصاريفهم الشخصيه كانت كتيره جدا. ومع ضيق الحال منال جت في دماغها فكره، وهي ان ولادها واصحابهم بدل ما يسهروا بره البيت لا ييجوا البيت عندهم ويسهروا فيه، والفلوس اللي كانوا بيدفعوها في اي مكان بيقعدوا فيه يدفعوا لها هي، وفي نفس الوقت هم هيكونوا واخدين راحتهم ومحدش هيضايقهم. في البدايه حسام ومحمد كانوا مستغربين من كلام والدتهم، ولكن في النهايه اقتنعوا ووافقوا وبداوا في التنفيذ، والاتنين اختاروا كام واحد من اصحابهم الاغنياء وجابوهم البيت. ويوم ورا التاني الموضوع عجب ولاد منال وشافوا ان المكسب فيه كويس جدا، ولكن منال حبت تطور فكرتها شويه، فقالت لولادها ان هم ممكن يجيبوا بنت هي اللي تعمل المشروبات وتقدمها لهم. وفعلا حسام جاب بنت هو يعرفها
وبقت هي اللي تضيف أصحابهم. وفي سهرة من سهراتهم واحد من أصحاب حسام ومحمد دخل ورا بنت المطبخ واتحرش بيها، والبنت استجابت له. ولما حسام شافه كان رايح علشان يتخانق معاه، أمه منعته وقالت له يسيبه لأن كل حاجة وليها تمنها. في اللحظة دي بقى خطة منال نجحت وحولت بيتها لوكر لممارسة الدعارة والرذيلة، والفلوس كترت في ايدين حسام ومحمد اللي هما بقى يفكروا ازاي يجيبوا الشباب الأغنياء اللي هيدفعوا فلوس كتير في السهرة عندهم. ومش بس كده، ده الاتنين بنفسهم هما اللي بيجيبوا البنات ويشغلوهم عندهم، واغلب البنات دول كانوا خريجين جامعات وعلى قدر عالي من الجمال. بعد فترة منال واولادها حالهم اتغير ومستواهم المادي بقى مرتفع جدا في مكان تاني خالص، وكل ولد منهم بقى عنده عربية، ومنال ما بقتش ملاحقة على زباينها والغرف عندها بقت على طول مشغولة. ولأن الشغل كان بيزيد، منال اقترحت على اولادها ان هم يتوسعوا في نشاطهم شوية وياخدوا شقة قريبة من شقتهم وتكون فيها نفس المواصفات، يعني تكون في منطقة هادية وفي عمارة اغلب شققها هادية او فاضية بمعنى صح، وكمان العمارة لازم تكون من غير حارس. وبعد بحث كتير جدا وصلوا لشقة فيها كل المطلوب، ومحمد اشتراها وجهزها ونقل جزء من نشاطهم الإجرامي ده للشقة الجديدة، وتوسع في زباينهم أكتر وأكتر وزادوا أكتر وأكتر لدرجة إن زباينهم ما بقوش مصريين بس، لا ده كمان بقوا من جنسيات مختلفة، والتعامل المادي بقى مختلف، بمعنى إن الزبون كان ممكن يدفع بالدولار أو اليورو أو أي عملة أجنبية، وكل ده كان بيبقى على حسب الاتفاق. بس في يوم دخل عندهم زبون كان باين من شكله ولبسه ان هو غني، والزبون ده كان اسمه امجد، وعرف شقة منال عن طريق واحد صاحب محمد. امجد ده كان شاب غني ولفت نظر كل اللي موجودين بشكله وطريقة كلامه وبسبب العربية اللي كان راكنها تحت العمارة. وبعد ما دخل الشقة، محمد وحسام عرضوا عليه البنات اللي عندهم، ومنال عرفته ان الساعة ب 600 جنيه، وامجد وافق ودفع اكتر من ال 600 جنيه في الساعة. بس هو كان ليه طلب، ان هو مش عايز يدخل اوضة مع اي بنت في الوقت الحالي، هو بس عايز يقضي سهرته عندهم، ولو ارتاح ولقى اللي هو عايزه هيبقى زبون دايم عندهم، وفي مرة تانية هيختار بنت من البنات. فمنال سابته على راحته، خصوصا ان هو دفع اكتر من اللي كان بيطلبوه منه. اما هو بقى فسهر معاهم وقضى معاهم كام ساعة، بعد كده مشي. وتاني يوم على الساعة 10 بالليل وبالتحديد 20 اكتوبر سنة 2015 امجد راح لهم تاني، ومنال واولادها استقبلوه احسن استقبال. وفي اليوم ده الشقة كان فيها زبونين، وده لأن الشقة ما كانش فيها غير غرفتين بس، فما كانش فيه أوضة فاضية. فمنال اعتذرت لأمجد وقالت له إن هو أول ما أوضة تفضى هتدخله على طول. وأمجد بعد ما سمع كلامها ما ردش عليها لأنه كان مستمتع بالكلام مع بنت قاعدة معاه. وبعد شوية زبون خرج من أوضة ووراه بنت كانت بتضحك، والبنت دي قالت لمنال إنها تحاسبه على فلوس زيادة. وفي نفس الوقت في بنت صغيرة دخلت الأوضة وكانت ماسكة في إيديها فرش سرير متطبق، وساعتها منال قربت من امجد وقالت له ان الاوضه بتجهز. فامجد ابتسم لها وقال لها ان هو عايز يدخل مع البنت اللي قاعده معاه، وبرضه دفع اكتر بكتير من تمن الساعه. وبعد الاوضه ما جهزت، منال طلبت من امجد ان هو يدخل الاوضه مع البنت، وبالفعل دخلوا الاوضه. بس قبل ما يتقفل باب الاوضه سمعوا صوت خبط بقوه على باب الشقه، وبسببه منال اتخضت، ومحمد وحسام هم كمان اتفزعوا ومحدش فيهم كان عايز يفتح الباب، ولكن كل ثانية كانوا بيتأخروا فيها عن فتح الباب الخبط كان بيزيد. وبعد لحظات محمد فتح الباب وهو بيتنفض، واللي كانوا خايفين منه هو اللي حصل. محمد لقى رجال الشرطة قدامه وبسرعة عملوا المكان كله ودخلوا أوضة النوم ومسكوا كل الموجودين فيها وهم في حالة التلبس. والشقة اتقفلت بعد تحريز كل المضبوطات اللي كانت موجودة فيها، وكان من ضمنها 12 موبايل ومبالغ مالية متنوعة العملة، وكانوا عبارة عن 300 دولار أمريكي و250 ريال قطري و100 دينار أردني و1550 جنيه مصري. وبعد القبض عليهم وفتح التحقيق معاهم، منال واولادها انكروا كل الاتهامات اللي اتوجهت ليهم من النيابه، وهي ممارسه الدعاره والتسهيل ليها، مع ان كل الاتهامات دي كانت موثقه بالصوت والصوره، وده كان مثبت في المحضر بعد اذن النيابه بالتسجيل ومداهمه المكان. وكمان تم الاستعانه بالمساعدات الفنيه بوزاره الداخليه وقت دخول القوات للشقه، والتسهيلات اللي كانت قصاد النيابه بعلمها، وتمت بعد تقديم بلاغات مجهوله عن الشقه وعمليات التحريات اللازمه، وبناء عليه تم زراعة شخص جوه الشبكة لجمع المعلومات عنهم بالصوت وبالصورة، وده عن طريق شخص كان اسمه أمجد. وهنا بقى تم كشف حقيقة أمجد، واللي هو في الأصل كان راجل من رجال الشرطة، وقدر يسجل كل حاجة بتحصل جوه الشقة صوت وصورة عن طريق أجهزة كانت مستخبية معاه. وبمواجهة المتهمين بكل الأدلة والضغط عليهم، منال اعترفت بانها كانت بتدير وكر للدعارة، ومحمد وحسام اولادها اعترفوا ان هم كانوا بيساعدوا امهم في ادارة الشبكة،
واعترافات المتهمين الثلاثة كانت بجانب اعترافات البنات بممارسة الرذيلة. أما الشخصين الزباين اللي كانوا موجودين، فواحد منهم كان مصري والتاني كان رجل أعمال شهير من جنسية عربية، والاتنين اعترفوا إن هما كانوا موجودين في الشقة بقصد المتعة، وبعدها تم الإفراج عنهم من سرايا النيابة. وفي 2016 صدر الحكم من محكمة جنح مصر القديمة على منال بالسجن لمدة 3 سنين مع الشغل والنفاذ، وعلى محمد وحسام بالحبس لمدة سنة، وعلى ال3 بنات من ضمن الشبكة بالحبس لمدة 6 شهور ومصادرة المضبوطات اللي كانت معهم والزامهم بالمصاريف الجنائيه. وبس يا صديقي، بكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى تكون عجبتكم. يا ريت لو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبتك الحلقه تحط لايك وتقول رايك في كومنت علشان ده بيدعمني جدا. وبس، كان معاكم محمد عزت، اشوفكم القصه الجايه وتصبحوا على خير.